السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كنت سامعة قصة قبل كده على التيك توك ان في شاب يعني دخل هندسة. آه ما كانش يحبها خالص، تمام، فحول. اوكي. آه لما حول واهله عرفوا طردوه من البيت. تمام. انا مقدرة قد ايه انتوا خايفين على ولادكم، ومقدرة قد ايه انتوا شايفين مصلحتهم، تمام، عاوزين مصلحتهم. اوكي. فالشاب ده كان بيبات على القهوة، او كان بيبات عند صاحبه مرات. تمام. انتوا عارفين يعني لو حد بيتك عنده مرة 2 3 4 مش هيبيتك الخمسة والستة. تمام. لانه طبعا كل واحد عنده حياته، الا لو كان عنده بيت بقى ايه فاضي محدش قاعد فيه، هيقولك تعالى اقعد فيه. تمام. ده صديقك. تمام. خلينا ناخد الموضوع ده من زاوية اخرى. والشاب نجح دلوقتي وبقى حاجة عظيمة جدا، ربنا يوفقه يا رب. خلينا نلقي النظر على الموضوع من زاوية مختلفة. لا قدر الله، افرض الشاب ده لما طردتوه صاحب ناس مش كويسة، لا قدر الله راح لسكة غلط، انتوا عاوزين مصلحته وعاوزين له الكلية المعينة. تمام. بس طردتوه من البيت، لا قدر الله لو راح للسكة دي كان هيبقى موقفكم ايه ساعتها؟ قولولي بجد يعني. لا قدر الله لو حصل له حاجة وحشة او عمل في نفسه حاجة وحشة، كان هيبقى موقفكم ايه ساعتها؟ انا جاي اقول ورسالتي في هذا الفيديو ان الثانوية عامة مش نهاية المطاف، وان الشاب طالما عارف الحاجة اللي هي كويسة ليه وقدراته هنا في المكان ده هيعرف يتميز ويعرف ينجح. والله توكل على الله يا ابني، توكل على الله، وندعمه ونقويه ونكون سنده، وما نطردوش من البيت. نطرده من البيت ليه حضرتك يعني؟ افرض صاحب ناس وحشة، افرض، نفترض كل الاحتمالات حرفيا. الولد مجتهد ما شاء الله عليه، حول، كانش عاوز الكلية دي، حول لكلية تانية. طيب، عادي، ندعمه ونكون في ظهره ونسنده. حبيبي مش عاوز دي، خلاص ولا يهمك، وثانوية عامة مش نهاية المطاف، وكلية مش نهاية المطاف، وإيزي يعني الدنيا. بلاش نصعبها، في مهارات كتير محتاجة الإنسان يتعلمها برا الجامعة خالص يعني. فبس دي نصيحة بسيطة. أتمنى إننا ناخد بالنا من ولادنا، أتمنى إننا نهتم بيهم حتى لو ما جابوش مجموع. نو بروبلم، المشكلة يعني لو ما جابوش مجموع، هم ولادنا برضو، هم ولادنا حتى متأثرين، أنا عارفة، ودفعنا فلوس في الدروس واهتمنا بالولد والبنت وما جابوش مجموع. يا جماعة عادي، 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 هينجحوا في حاجة تانية، بس احنا نكون ظهرهم ونثبت. ولو زعلنا شوية الزعل يعني مش هيدوم، وما تخلوش الزعل يتمكن من قلوبكم ويأسيكوا على أولادكم. عدي الدنيا، فرحوا ولادكم، فرحوا معاهم، ساعدوهم يعرفوا ايه الحاجات اللي هم حابينها غير التعليم الأكاديمي تماما، وشجعوهم انهم ينجحوا فيها، وساعدوهم ودعموهم. يا جماعة لو احنا كآباء ما بقيناش الظهر والسند لولادنا، مين هيكون الظهر والسند ليهم؟ لو احنا ما سمعناهمش، ما دعمناهمش، مين هيدعمهم ويسمعهم؟ بس دي نصيحة بسيطة حبيت اقولها. ربنا يوفق كل طلاب الثانوية العامة يا رب، ويعيننا كأهالي اننا نساعد يعني ولادنا انهم يكونوا حاجة نافعة في هذا المجتمع، ينفعوا المجتمع وينفعوا الأمة عامة يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كعادتنا أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية وأنتم تشاهدون هذا الفيديو. أنا من عقاب، والسلام عليكم.